لقيته في مرة بيقول لي ان انا عايز المس جسمك. رفضت جدا طبعا وقلت له لا، ما ينفعش ان انت ازاي تلمس جسمي، ما ينفعش حاجة زي كده. لقيته في مرة زعل مني ومشي. جه هو بيحبني، ولما بيجي عندنا في البيت دايما بلاقيه بيقعد يبص لي بصات غريبة كده، بحس ان هي مريبة منه. انا الصراحة بتوتر جدا، ولكن ماما ما بتسيبناش نقعد لوحدنا. بس هو بيطلب مني اوقات كتير جدا ان نبقى نقعد لوحدنا، وانا الصراحة بسمع منه، ما بقدرش اقول له حاجة، فبضطر ان انا اعمل له كده. وطبعا كمان في مرة بيقول لي ان انا عايز المس جسمك. رفضت جدا طبعا وقلت له لا، ما ينفعش ان انت ازاي تلمس جسمي، ما ينفعش حاجة زي كده. لقيته في مرة زعل مني ومشي. مرة تاني وقعد وحب برضو يلمس جسمي، وقلت له لا مش هينفع، وراح تاني مرة سابني وراح مشي. طبعا انا مش عارف اعمل ايه، وانا بحاول ارضيه، ولكن هو انا ما اتعودتش على ده، ما اتعودتش ان حد يعمل معايا كده. مش عارف اتصرف معاه ازاي، وفي نفس الوقت انا خايفة على زعله عشان خاطر ما يزعلش مني. فكنت محتاجة ان انا اعرف رأيك في موضوع زي ده. طيب خليني افكر حضرتك، لو حضرتك اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. وما تنساش برضه تقول رأيك في حاجة زي دي، لان انا يهمني ان انا اسمع رأي الناس اللي عندي، واللي اول مرة يشوفني اكيد طبعا هيكتب التعليق. بالنسبة لي انا ما يصعبش عليكي خالص يا حبيبتي، ده هو كده بيجربك. نفعت معاه الموضوع وانت خطيبتي وانت مراتي قدام ربنا والكلام ده، بس بعد ما ياخد اللي هو عايزه مع اقل مشكلة هيسيبك وهينفضلك. هو لو بيحبك فعلا وبيحترمك اكيد هيحترمك على اي وضع. يخاف عليك، مش يقولك المس جسمك، مرة يلمس جسمك وبعده يعمل كذا وبعده يعمل كذا، والموضوع يبقى سداح مداح وكده. إيه طبعا إيه. اولا انا بحيي مامتك ان ما بتسيبكمش تقعدوا مع بعض خالص، لان يعني من الواضح كده ان مامتك بتخاف عليكي جدا، وواضح من كلامك ان انتي متربية كويس. ولكن انتي لازم تاخدي معاه قرار، لقيتيه في موقف جامد تروح واخده القرار معاه المتين. زعل ولو ابوظ وما كلمكيش، خلاص كل واحد يروح لحاله، اللي يزعل بقى يزعل، انا ما عنديش اي مشكله. لكن بقى انت هتقولي لي بقى بخاف على زعل وهو بيحبني والكلام اللي مش فاضي ده، وممكن يودينا في قصص احنا ممكن لعل وعسى ما نحبهاش. لا انا بقول لك كده، هو في شباب بتحب تجرب، تقول لك لا ايه المشكله يعني اجيب دبله ومحبس وخاتم ولا ايا يكن. يعني انا ما بقولش ان ما جاب لك دهب قليل ولا جاب لك كتير، بس انا بفهمك وجهه نظر الشاب اللي هو ايه. اجرب، جت معايا سكه تمام، مره امسك ايدي، مره احضن، مره احط كتفي، مره شويه، مره كذا كذا، الموضوع يتمادى. فطبعا انا احييكي على اللي انت بتقوليه ده، ولكن لازم يبقى عندك موقف ان انت لقيتيه مصر على القرف اللي هو عايزه ده، خلاص كل واحد يروح لحاله على طول، ما فيهاش اي مناقشه خالص. ده رايي بمنتهى الامانه يعني.